السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله شويه وجبات كده، من زمان ما عملناش وجبات اطعام. قلت بقى نعمل النهارده كده كام وجبه ان شاء الله. عملت فراخ مشويه ورز مبهر، وعملت كمان كباب حله بالبطاطس. كان جميل قوي وما شاء الله الاكل طالع حلو جدا. انا جهزت الحاجات بتاعتي، الرز والتوابل وكل الحاجات اللي انا هستخدمها. طبعا الفراخ انا كنت متبلاها قبليها بيوم ببصل وطماطم وتوابل. تتبيلة الفراخ المشوية العادية اللي احنا بنعملها كل مرة. زي ما قلت لكم، بصل وطماطم وفلفل اخضر وتوابل الفراخ المشوية وخل وليمون، وضربتهم كلهم في الكبة، وسبت بقى الفراخ منقوعة فيهم قبليها بيوم. وهنا بقى كنت عاملة كوباية شاي اشربها كده قبل ما اجهز الحاجات. جبت بقى حلة عشان اعمل فيها الكباب الحلة. اللحمة طبعا قطعتها اي قطعية انت حباها او اي نوع لحمة انت حباه. جبت معلقة سمنة على شوية زيت ونزلت بيها على اللحمة كده بالشكل ده. هشوحها بقى كويس جدا واخليها لونها يتغير، وبعد كده هنزل بقى بالاضافات التانية اللي انا هضيفها عليها، اللي هتخليها لون وريحة وطعم جميل ان شاء الله. غسلت طبعا اللحمة وقطعتها، وبعدين نزلت بيها بالشكل ده وهقلبها اخليها تتشوح وتاخد اللون بتاع التشويح ده، لونها بس يا دوبك يتغير كده. جبت بقى شوية بصل بقى حلوين كده، نص كيلو بصل قطعتهم كده جوانح، وهنزل بيهم على اللحمة بالشكل ده حبايبي. بتبقى جميلة جدا كباب الحلة بالشكل ده، يعني بتبقى طعمها حلو جدا. بس انا بقى ضفت لها بطاطس يعني علشان تاخد قوام كده، وكمان علشان هحطها في الاطباق مع الرز المبهر. هنا بقى ضفت الفلفل اسود معلقة كبيرة، وكمان كنت جايبة توابل لحمة كده، يعني اللي هو السبع بهارات دي، مطحونة كده من العطار، او ممكن انتي تعمليها في البيت. بتبقى توابل صحيحة وانتي بتطحنيها، وشوية ورق لورا بتخلي طعم اللحمة حلو قوي. وشوية توابل كمان حطيت لها كمان شوية توابل من بتاعة الرز المبهر، طلعتها ريحتها جميلة جدا. هقلبها بقى واسيبها بقى كده ايه تستوي خالص على نار هادية، وفي الاخر خالص هقطع لها البطاطس واحطها لها. مش هنزل بالبطاطس زي ما قلت لكم دلوقتي لغايه لما اللحمه تستوي خالص. غطيت عليها وسبتها تستوي، وهروح اعمل بقى الرز المبهر. جبت بقى حله كبيره كده وحطيت فيها شويه زيت على معلقه سمنه، ونزلت بقى بمعلقتين كبار من التوابل اللي انا جايباها، توابل الكبسه او توابل الرز المبهر. هشوحها كده في المادة الدهنية دي علشان ريحتها تظهر كده وكمان لما انزل بالرز كله ياخد لون واحد ويبقى كله لونه اصفر وجميل. حطيت كمان معلقة من الفلفل الاسود، هحط كمان شوية ورق لورا. كل الاضافات والتوابل دي بتدي طعم حلو جدا للرز المبهر، وتخلي الاكل كده ريحته ملعلعة وجميلة. هضيف بقى الرز بتاعي. زي ما قلت لكم انا الحله دي كبيره، هعمل مثلا فيها كيسين رز او ازيد على حسب ما هتاخد معايا، وهقلبها في التوابل والماده الدهنيه كده، اخلي الرز كله يتغلف بالشكل ده. هنزل بقى عليه بالميه السخنه، لازم الميه تكون سخنه عشان الرز يطلع معايا جميل. لازم اكون غلياله ميه كده في الكاتل او في حله، واضيفها عليه بقى على قد الرز بتاعي. ده رز مصري عادي، بياخد يعني الكوباية الرز بتاخد كوباية زيها مية، نفس عيار الرز هو عيار المية. هسيبه بقى يستوي على نار هادية بالشكل ده حبايبي.
يا دوبك بس ياخد تقليبة وخلاص كده. يعني هيكون استوى معايا. طبعا هنا انا غرفت الاطباق وما لحقتش ان انا اصور لكم اول ما طلع الحاجه من الفرن، فكانوا مستعجليني جدا وواقفين لي يلا يلا. ابو لوجي بقى يعني بيبقى مستعجلني جدا، واقف فوق دماغي علشان عايز ياخد الحاجه وينزل بيها. غرفت الاطباق بقى، حطيت اطباق فيها لحمه ببصل ورز مبهر، وحطيت اطباق تانية فيها فراخ مشويه ورز مبهر. كان الاكل جميل جدا وطلع حلو. يا رب الافكار دي تعجبكم وتجربوها، وقولوا لي في التعليقات يعني لو في وصفات تانية ممكن نعملها، او افكار لوجبات اطعام ممكن نعملها مع بعض. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وعايزه اقول لكم انكم وحشتوني جدا 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 بسبب الانقطاع اللي انا كنت منقطعه عنكم، وبقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. بس حبيت لما ارجع اكون عامله كده شويه وجبات علشان تبقى فتحة خير علينا يا رب جميعا بأمر الله. يا رب يتقبل مننا كلنا. ولو انتي نفسك تعملي اي حاجة خير، الإطعام ده من الحاجات الجميلة اللي ممكن تعمليها، بتبقى أحلى كمان من إنك تعملي فلوس، لأنك انتي بتاخدي ثواب على المجهود اللي هتقفي فيه في المطبخ، ومجهود كمان يعني على التكلفة. فربنا يتقبل مننا جميعا يا رب، ويجعلها فتحة خير علينا. بتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. استنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.